ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مصطفى منصور، طالب هنا في النمسا، وده الفلوج التاني. فالنهارده هنتكلم عن السكن الجامعي وسكن الطلبه بيكون عامل ازاي في النمسا. جالي رسائل كتير منكم، الناس عايزه تعرف السكن ازاي بيكون عامل ازاي في النمسا، شكل السكن، الاسعار. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل ده. اول حاجه يا جماعه، ده السكن اسمه هوم فور ستودنت، بيكون عباره عن 3 مباني A و B و C. بيكون يعني الثلاث مباني دول بيكون ل 295 شخص، وبيكون الأسعار دبل روم بيكون 310 إيجار في الشهر، والسنجل روم ب455. وبيكون الديبوزيت اللي هو التأمين بتدفع أول مرة بيتراوح من 600 ل 800 يورو. طبعا ده بتدفع أول مرة بس، ولما تيجي تمشي من الغرفة أو عايز تروح مكان تاني فيجي أو أي مكان تاني، طبعا بتاخد الديبوزيت كله كامل لو ما فيش أي حاجة حصلت في الغرفة. وده يا جماعة بيكون شكل الجاردن زي ما انتم شايفين كده. ممكن تيجي تقعدوا هنا تسهروا، عايزين تاكلوا حاجة، في جريل هنا ممكن، وفي برضو ممكن تلعبوا فولي بول. فاللي عايزين تعملوا اي حاجة ممكن تقدروا تعملوها هنا وتسهروا براحتكم. برضو حاطين مرجحة هنا اللي عايز يقعد عليها. هنا برضو في جاردن تاني، في هنا برضو لو عايزين تلعبوا شطرنج أو عايزين تعملوا اي حاجة. حلو. 3 غسالات غسيل و3 تجفيف. وهنا الأسعار، طبعا الغسيل ب1.5 يورو والتجفيف ب1 يورو. طبعا الأسعار دي كويسة جدا بالنسبة للطلبة، بالنسبة لينا يعني الأسعار كويسة. لو هتغسل في أي مكان برا مش أقل من 4 يورو أو 5 يورو. دلوقتي يا جماعة احنا دخلنا الجراج، كنت حابب أوريكم شكل الجراج. هنا لو انت معاك عربية فلازم تدفع 64 يورو كل شهر. وباركنج بره بتدفع له 50. فانا طبعا معناش عربيه. ده يا جماعه الجراج بتاع العجل، ده انت مش بتدفع له حاجه، ده عادي جدا تبع الايجار. طبعا دي العجله بتاعتي. فانت لما تيجي هنا احسن حاجه تعملها انت تشتري لك عجله، هتوفر عليك كتير قوي بدل ما انت تدفع مواصلات ولا حاجه. بالنسبه لي العجله احسن بكتير. وهنا يا جماعه بيكون بنحط الزباله يا جماعه، بنحطهاش كلها مع بعض، بيكون الازاز، وهنا بتكون البلاستيك، وهنا الحاجات التانية اي حاجة معدنية، وهنا الورق، وهنا برضو الازاز. فهنا بيعتبر هما مهتمين اوي بالموضوع ده، هما بيشيلوا الزبالة وبيحطوا كل حاجة في مكانها. هنا يا جماعة البريد ده اهم حاجة، لازم تبص عليه كل يومين او كل 3 ايام عشان ساعات بيجيلك جوابات مهمة. ده اهم حاجه يا جماعه، لازم تفكر فيها، او لما تكون في اوروبا لازم تبص على البريد، ده اهم حاجه. ودي يا جماعه لو حد جالك اي حاجه، بعت اي حاجه او اشتريت حاجه اونلاين، يجيلك هنا. وهنا الترابيزه لو في اي حد اشترى اي حاجه او مش عايز اي حاجه فبيحطها هنا لاي شخص تاني ممكن يقدر يستفيد بيها. وده يا جماعه بيكون شكل الجيم اللي موجود في السكن، ما بتدفعلوش اي حاجه، بيكون تبع السكن عادي. وهنا يا جماعه جنبه برضو الاوضه دي الميوزك روم، برضو عايزين نبص عليها. هنا يا جماعه الميوزك روم بيكون فيه 2 بيانو، لو في حد حابب اللي هو يلعب بيانو. لازم يكون معاك الكارت ده عشان تقدر تفتح الميوزك روم والفيتنس روم. عشان لو مش معاك الكارت ده ما ينفعش اللي انت مش هتقدر انت تدخل وتلعب. فلازم اللي انت اول ما تيجي السكن تروح المكتب بتاع المدير وتقول له انا عايز كارت زي ده. تمام. وهنا برضو في ميزه حلوه، اول ما تدخل من باب السكن وهم حاطين لنا كده حاجات ممكن نقدر نستخدمها، زي المكوى، زي في حاجات زي مفكات، زي خلاط، زي مكنسة كهربائية، في كور، في حاجات للتنس لو عايز تقدر تستخدمها، تقدر بعد ما تستخدمها تقدر ان انت ترجعها تاني.
هوريكم المطبخ بيكون شكله عامل ازاي. هلو ماتيو فيجاس. ده يا جماعة المطبخ بيكون مشترك طبعا الناس كلها. This is my friend. Hello. Hello. First video. Yeah, second video. You have to send me your video. Yeah. Account. Yeah. Did you see the first video? No, Why? because you didn't send me the account. Like, subscribe, share. Don't forget. ده يا جماعة صاحبي من إيطاليا. وهنا يا جماعة بيكون طبعا التلاجات، وبيكون في كل واحد بيكون فيه رف من هنا تقدر تحط الحاجة بتاعتك، وطبعا على حسب رقم الأوضة بتاعتك. تعالوا اوريكم شكل الغرفة بيكون عامل ازاي. ودي يا جماعة بتكون شكل الغرفة. طبعا ده الحمام، وده يا جماعة الغرفة بتاعتي. بيبقى معاك الفيو ده، الفيو جميل الصراحة. وجماعة سكن الطلبة فيه مميزات كتير، اللي انت بتدفع بس الإيجار بس، ملكش دعوة بكهرباء بمية بأي حاجة، أي تصليحات هما بيعملوها من غير ما تدفع أي حاجة. وعندك برضو في فيتنس روم، جيم هو صغير بس كويس برضو ممكن تقدر تستخدمه. ولو في حد ميوزك روم، لو في حد بيحب الموسيقى يلعب على البيانو، في حاجات كتير ممكن تقدر تعملها هنا. طبعا السكن الطلبة كويس جدا هنا في هوم فري ستودنت. عموما في النمسا كل سكن الطلبة كويس، فده احسن حاجة لو انت عايز تريح دماغك، ما تدفعش مصاريف تانية، او انت عايز بس تدرس وتشوف شغلك وتركز في شغلك ودراستك، مش عايز اي حاجة تانية. فيعتبر سكن الطلبة افضل ليك. طبعا لو انت لسه جاي اول مرة فيعتبر سكن الطلبة احسن ليك. بعد كده ممكن بعد ما تيجي تقعد سنة او سنتين تقدر اللي انت تشوف سكن مع صحابك، تاخد استوديو مثلا. دلوقتي يا جماعة وصلنا لاخر الفيديو، طبعا صاحبي هي في الفيديو. So don't forget to like the video and subscribe to Mustafa Mansour channel. Ciao. Ciao.